حسب ملي غادي تمشي غادي تقول ليه اودي بغيت قصبه ديال سبينينغ. علاش قصبه ديال سبينينغ؟ لحقاش هضرنا دابا على لي لور وعلى البلايص اللي تصيد فيهم وعلى لا ريزيستانس لا بويسونس ديالها. كتبقى لاكسيون حتى هي باش تشحط بلي لوان بوسيبل. كاين المشكل الثاني هو الخراسي. دابا الا مشيتي شريتي سميتو لاطريس هي غاليه، كتعمل بين 150 درهم حتى 250 درهم. الا درتي واحد القصبه اللي فيها دوك الخراسي ديال الميكا ولا ديال الالومنيوم اللي دغيا كيتيزا ولا كيصديو، اشنو غادي يوقع؟ غادي يعود يجرح لك هذيك لاطريس اوليو باش تدي لك عام ولا عام ونص، غادي يدي لك واحد 2 موا ولا 3 موا وغادي تمشي. بالنسبه للموليني الواحد يزيد شويه في الثمن ويشري موليني ديال سبينينغ. علاش؟ لحقاش الا شريتي موليني عادي، وانا راه وقعت لي، راه كنهضر معكم بحكم التجربه، الا شريتي موليني عادي كيعود يتخبل لك لاطريس، وهذيك لاطريس تعود عندك كل مره ما تقدرش تحلها تفكها، كتعود تقطع وتعقد واحد الوقيته غتعود تبغي تشحط ما يخرجش لك داك تولي كله عقادي بالخراس. بار كونتر لي موليني ديال سبينينغ فيهم لي كاركتيرستيكس ويهم شنو هو الفران كيقول لك خاص يكون 4 كيلو حتى 6 كيلو الفران ديالو، وهما كيتسموا دي موليني اطامبور فيكس، ماشي بحال المولينيات عاديه. في الجميع اطامبور تون في الجميع ديال لاطريس كتجمعهم ولكن سو فورم كروازي بحالك. ما كديرش لك واحد لو فيد كيكون في البوبينه. ملي كتشد البوبينه ملي كتبدا كتجمع لك بحالك، كتمشي بحالك. بار كونتر فهادي كتمشي اون زيغزاغ، وملي كتخرج كتبغي تشحط كتخرج لو ماكسيموم. لاطريس ثاني قد ما كانت غليظه قد ما كتخرجش بزاف. دابا كيقول لك دو بريفيرونس في السياده في سبينينغ ديما تصيد بلاطريس ديال 15 18 ويكونوا ويبران. دابا الا كان عندك الموليني ادابتي والقصبه ادابتي ولي لور ادابتي، المهم انك غادي تخرج مزيان هاد لي لور ديالك، وغادي تمانيبيلي مزيان سميتها لانيماسيون ديال الحركه حتى تكون عندك مزيانه. واحد النقطه السي احمد، الحركه كتختلف من لور لور ولا نفس الحركه ولا كيختلفوا؟ بحال هادو لي لور دو سيرفاس هما ديما خصك في القصبه كتحركها بحال هكاك الراس ديالها باش هادو وانت كتجمع. سبينينغ شنو هي؟ سبينينغ هي تو سبين، هي تورني. علاش؟ حيت ديما كتدور ديما كتدور. هادو باش كيكون عندهم هاد زيغزاغ كيكونوا غاديين كيتموا جايين كيديروا بحال ديما خص تعطيهم ديك الحركه بالقصبه. بار كونتر بحال هادو كل واحد كاين اللي كيدير بحال هكا كيدور ويدير بحال هكا ونفض، وخاصو يماركي واحد ستوب باش كيتاتيري الحوت، كيقول هاد الحوته راه صافي راه مريضه ولا عيانه ولا مضروبه ولا مبليسيه باش كيمشي يتلاها. داكشي كله كديروا من خلال لانيماسيون. ودابا بالنسبه شنو كتفضل انت تصيد بالسبيب ولا لاطريس؟ لا السبيب المشكل وعلاش؟ شنو الفرق بيناتهم؟ السبيب انه ما كتحسش بديك لاتوش بحال الا كان عندك لاطريس. واخا اسمح لي غنقاطعك دابا، قلتي واحد النقطه اللي بزاف الناس غادي كيفاش انت كدير السبينينغ وغتحس بلاتوش؟ واش كاينه لاتوش وعاد كاينه القيسه تاع جرات الحوت؟ لا لاتوش ملي غادي تلاح عليها الحوت. علاش؟ حيت الا درتي السبيب كيتالونجا، وكيقول لك الا درتي لاطريس هاد الفيجكات كيتغرسوا مزيان في الفم ديالو، حيت ما كايناش ديك لالونجمون ديال السبيب. الضربه كتجي فهمت سيك ما غاداش تبومبي. لا ما غاديش تبوم، كتجي سيك. وملي كتكون تصيد بلاطريس راه كاين بعض المرات كيكون عندك الراجل وراه كيدير لها غير بحال هكا كتحس به في لاطريس كتحس به. بار كونتر في السبيب ديك الحسه بزاف ديال الرياض تيقولوا لك لاطريس راه ما خداماش تصيد بها في بلاد الحجر. الا كان عندك سيرف كاستين هذيك لاطريس عندها واحد لافونتاج، شنو هي؟ الا صيدتي بها مثلا بحال في البحر وكالريح، الا درتي جوج قصبات وحده فيها السبيب وحده فيها لاطريس، هذيك اللي فيها السبيب كتبان لك كتتحرك
اللي فيها لاطريس ما كتحركش. علاش؟ تدي من البرد لا حق لا حيت باطل. هي خفيفه، ولكن المشكل ديالها هي لاطريس اللي ريزيستون، ولكن اللي فابل. الا مشينا تقطعنا لها دوك لي بران ديالها، حيت لاطريس كيكونوا فيها 8 لي بران هما دوك لي فيبر بحال اللي الصغيبات. بحال الصغيبات. دابا الا كانوا لي زانو عيانين، ولا كان داك الوكال، كنقولوا حنا الوكال ديال الماكينه، الا كان تا هو دو موفيز كاليتي كيتجرح، كيعاود يجرح لك هذيك لاطريس. هذاك الشيء علاش دابا حيت الماتيريال ديال سبينينغ راه صحيح ريجيد وادابتي لاطريس وادابتي بزاف د الحوايج. الا درتي شي حاجه اخرى ماشي هي هذيك، راه تصيد واحد 3 شهور ولا 4 داك الوكال غادي تحفر الا كان ديال النحاس ولا ديال الالومنيوم. الخراسي تا هما غادي يتكلوا، ما يبقى يخدم لك حتى شي خيط اللي درتيه غيتبرد. غادي تبرد. حيت هذوك الخراسي ولا الوكال ديال هذا كيكونوا صحاح ادابت. هاد حاجه اخرى اللي هي مهمه في السياده هما دوك لي زاتراكتون اللي كيعطيو الريحه للحوت. حيت دابا ملي كتصيد بهادو كتجيبهم كتخوي عليهم المحلوق، كتقدروا الدار نساو داروا حداهم جافيل ولا داروا حداهم شي حاجه كتعود فيهم واحد الريحه اللي ما غريب على داك الحوت، ما يبغاش الحوت. الاكثريه ما كيهضروش على هاد لي زاتراكتون، علاش ما عرفتش علاش. ولكن انا لاحظت كاين بعض المرات كنكون كنصيد بالراجلو كنحس بدوك لي توش صغيورين هنا، كنقول واش هذا حوت صغير ولا. كاين بعض المرات كيبان لي الحوت تابع حتى لبرا ورجع ما بغاش ياكل. علاش؟ حيت ما فيهاش دوك لي زاتراكتون. دابا ملي كدير هذوك لي زاتراكتون كيكون عندك حد اكثر. يعني كتحاول هذاك الطعم الاصطناعي تعطيه كاع لي زوبسيون ديال الطعم الفعلي، الريحه، الحركه، الصوره. راه غادي الحوت غادي يشوفوا، ولكن خصو يشموا ويعرفوا بانه راه شي حاجه نيت لي حيه بحال الماكله بلا ريحه، بحال الماكله بلا ريحه غتجيك ماشي. بالنسبه لهاد الريحه باش كتحافظ عليها انت؟ هما على حساب. دابا كاين هاد لي زاتراكتون فيهم لي ليكيد وفيهم لي جيل وفيهم لي بات. هادوك لي ليكيد كيقول لك الا درتي ابليكاسيون مع 8 تشحيطات ولا شي حاجه خصك تعاود ديرها. هذيك تنشوفها في فيديوهات، ما عمرني شفتها في شي واحد في المغرب كيديرها، ولكن في الفيديوهات كنت نشوفها وكنت نتساءل شنو كنت نشوف ان كاينين شي وحدين كيجروا وفاش كيجبد عنده الراكلو ولا الراباله كيرشها بواحد الماده. انا ما عمرني ما عرفت شنو هي ديك الماده. هذوك هما لي زاتراكتون. بديتي كتهضر دابا على هاد لي زاتراكتون عاد باش انا رجعت لي الفكره ديال هاد الكوري اللي كان كيرش على اللي كيجلبوا لينا الحوت. وكيكون عندك بليش دو سونش باش تشد. كيقول لك مثلا بحال هاد لي لوغدير هما على حساب لي زاتراكتون اللي هادشي. الا كان ليكيد اترشو كيقول لك 8 تشحيطات كيمشي، خصك تعاود دير. ولكن بحال لي لوغ سوبل هادوك تقدر ديرهم في واحد الميكا ديك اللي كتسد من الفوق، عرفتيها؟ كترش عليهم ملي تجيبهم من البحر تغسلهم كاين دوك لي ديتيرجون ديال الماعن وهذا، دير واحد شويه الماء سخون تخليهم فيه واحد شويه وتغسلهم بالماء بارد، تغسلهم مزيان، تخليهم ينشفوا. يعني ما غسلتيهمش تاثر عليهم الملحه وكتاثر عليهم. كيمشيو لك هاد الفيشكات، كيمشيو لك هاد الخراسي هنا. كاين بعض المرات تشد شي حوت بقى لك الخرصه في يدك كلهم وحاج. علاش يعني خصهم تا هما العنايه وترد العنايه قبل ما تشحط باي. لا غير ملي تجيبهم واحد نص ساعه ولا ربع ساعه في الدار كتجمعهم تديرهم نيطويهم تغسلهم بالمحلو تخليهم تينشفوا، ديرهم في واحد البلاستيكه وتبيلفيريزيهم بهذاك لي زاتراكتون مزيان باش تبقى فيهم هذيك الريحه ملي كتمشي تصيد. يعني بحال كترقدهم في هذيك الريحه. ترقدهم. ولكن واحد الطريقه اللي سمعتها باقي ما عمرني جربتها وباغي نجربها بالنسبه لهاد لي راكلو. كيقول لك اولا كتشريهم ودير لهم الكولا على عينيهم باش ما يطيروش، كتحيد لهم هاد الصناره وكديرهم في واحد القرعه وكتحك عليهم مثلا لا عندك 5 ولا 6 تحك عليهم تقريبا رابعه ديال الثومه. هذيك الثومه تاهي نسوغ داتراكسيون اتيرون كيبغيها الناس اللي في الصحراء اللي كيصيدوا بالراجلو. لاحظوا بان ملي كتكون الراجلو غير عادي ما فيه لا ريحه لا والو
كيشد الحوته ولكن غير من الفوق. ولكن ملي كيديروا فيه هذيك الطريقه ديال التومه قال لك كيلقاو هذا الراجلو صارطوا الحوت داخل لداخل زعما بحال يعني شهاه بحال تشهاه حيت الحوت كيشم فهمتي الحوت كيشم كتاتيري هذيك الريحه. هو دابا ملي كيشم ديك الريحه كيمشي يتابع. يعني ولكن بالنسبه لي كتبين بزاف الحوايج. هو ديما كتجرب راه حيت التاريخ ديال الصياده راه بدا من ملي بدا الانسان. كانوا كيصيدوا بيديهم شويه داروا شي طرق داكشي اللي كان عندهم ديسپونيبل بحال الاعشاب شويه داروا الصناره شويه داروا بدا غادي داكشي تيتطور بحال هاد السبينين كيقول لك بدا في القرن 18 اواخر القرن 18 1860 بالضبط. وكانوا كيديروا غير حوت ميت ويديروا فيه بحال السنانر ولا فيه جكات وكيديروا لاطرين ديالو كيجروه وكيشدوه به. كيشد عليه الحوت. عاد بداو الوزينات كيصنعوا عاد بداو البحوث بداو التجارب بداو التطورات بدا حيت الصياده شناهي راه كلها تمويه. وسيرتو دابا حيت ما بقاش عندنا ماشي ما بقاش عندنا الحوت بزاف. الحوت راه كاين ديما ولكن كثرة التلوث على الشواطئ. الناس كيلوحوا الميكا يلوحوا عاد الشبك عاد اللدون بزاف عاد السبيب بزاف عاد الراحه البيولوجيه ما بقاتش عاد هذه. احنا من هذا المنبر انا كنوجه واحد النداء الناس الله يجازيكم بخير الصياده كاملين اللي مشى لشي مصيد يحافظ عليه ما يلوحش فيه الزبل ما يلوحش فيه الميكا ما يلوحش فيه الدجاج. حنا عندنا نلقاو القراعي ديال الدجاج عندنا نلقاو الحديد عندنا نلقاو حشومه بزاف ديال هادشي هذا. وهذيك البلاصه ماشي ملك ديال شي ولا متوارثه راه خليتيه هنا الزبل خليتيه لولدك غيجي غيلقاه. هذه زعما من الحوايج اللي كنأسف ليهم. انا كتمشي الانسان لما قدرش ينقي غير ما يخليش الا انت ما خليتيش ديالك ودا ما خلاش فيها بس كما قلبتي على هذيك الميكا وجدتي فيها الاغراض ديالك وملي تبغي تمشي هزها وديها ولا حتى غير بحال حاجه في الطارو هنا راه الناس كيهزوهم كيدوما كيديروا ريسيكلاج ما شكون اللي غيجمع كيجي هزا واحد ولا يهزها البرد ولا هذا ويلوح لك الميكا راه خصها 30 عام باش تحلل باش تذوب باش هذه وكتخلي تاثر على الحال المنتوج ديال السمك في البلاد كامل. هو مشكور السي جلواجه على هذه المعلومات. هذا يعني نبذه مختصره على السبينينغ. مازال ان شاء الله المرجع ديالنا دابا في السبينينغ هو السي احمد جلواجه ان شاء الله. مازال ان شاء الله غادي يكونوا معنا دروس. الاخوان راه كان معنا واحد الدرس اللي هو خفيف غير نبذه. غنبداو نخرجوا مع الرئيس جلواجه غنجربوا هاد لي لور هادو كاملين اللي كتشوفوا فيهم غنستافدوا حنا من عنده وغتستافدوا معنا تحت. انا بعدا شخصيا بعيد على هذا الدومين ديال السبينينغ. كيلا جرينا في الصحراء كنجربوا بالرواق لا عبثا على ابلاغ فاش كتكون مريشه يعني كتشوفها كتجر عليها. ولكن باش بحر خاوي وندير هذه اللي فيها الصوت ولا ندير هذه اللي لسانها طويل ولا هذه ما نقدرش ننصحكم. انا تعرفنا على الرئيس جلواجه هو اللي غادي يكون معنا الاستاذ ديالنا في السبينينغ في مدرسه الصيد بقصابه. غادي نعرفوا معاه بزاف ديال الخبايا اللي ما كاينينش في يوتيوب ولا في جوجل ولا في فيسبوك. اللي الناس تيكتم واحد السر اللي عنده باش ما يعطيهش الناس وتبقى عنده هو بحال السلاح ديالو. حنا راه غنحاولوا نكتسبوا واحد التجربه مع الرئيس جلواجه على هاد مدار السنين. راه عنده ما يزيد على شي 8 سنين تقريبا بحال هكاك ولا 10 سنين ديال السبينينغ. المهم غنحاولوا هذاك التجربه المتراكمه ديال هاد السنين يعطيها لينا ونتمنوا الافاده ونتمنوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير على السبينينغ. واي سؤال غيتم الجواب ديالو من عند الرئيس جلواجه. اللي اساسي في هذا الشيء بزاف هو ان اي حاجه شفتوها ولا سمعتوها فما جاتش من فراجه ولا ما جاتش من شي موقع فجات عن تجربه واقعيه. يعني الرئيس جلواجه تيحاودنا على تجارب اللي واقعيه يعني شي حاجه اللي جربتيها. وهذا هو مبدا مدرسه الصيد القصابه ما كتوصلش شي معلومه الا لا تجربت. فنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. سيدنا السلام عليكم.